خش خد دش. بس ده مش عشان انت معفن يا صديقي. ساعات لما بتكون متعصب او مش طايق نفسك، الحل بيكون في دش ساقع تخش تاخده، يعمل لدماغك ويعمل لجهازك العصبي ريستارت. المية مش بس بتنظف جسمنا، لا دي كمان بتنظف طاقتنا. كل نقطة مية باردة بتنزل على جسمك هي بتاخد معاها قلق، توتر واكتئاب، وبتنزلهم من على جسمك. لما بتكون المية ساقعة جدا بيحصل حالة صدمة خفيفة، بتطلع جسمك من حالة القلق أو الانفجار اللي هو فيه. الدراسات أثبتت إن الدش الساقع بيزود نسبة الدوبامين اللي هو هرمون السعادة في الجسم 250%، وده بيخلي مودنا يتحسن بشكل ملحوظ. ده غير إن المياه الساقعة بتعمل ريوايرنج للمخ، والمسارات العصبية الجديدة دي بتساعدك تخلق عقلية جديدة وتتخلص من عادات قديمة بتعطلك أو من أفكار أو طرق تفكير قديمة بتأخرك. يعني لما بتدخل تحت دش مية ساقعة أنت مش بس بتتحدى جسمك، أنت كمان بتتحدى عقلك، وبتقول له أنا مش بهرب، أنا أقدر أواجه المية الساقعة وأقدر أخد دش ساقع. أنا المتحكم هنا، مش الخوف ولا القلق ولا التوتر. لما تتعود على التعب بإرادتك الجسم بيبتدي يكافئك، وبيخلي المخ يفرز هرمونات السعادة والهدوء والانبساط زي الدوبامين والسيروتونين والاندورفينز. كل مرة تحس فيها انك مخنوق افتكر ان نقطة مية ممكن تفتح لك باب جديد. جرب كده بكرة الصبح دش بارد ونص لتر مية قبل ما تعمل اي حاجة، واكتب لنا في الكومنتات ده فرق معاك ازاي.